العناوين. الكاف تتوج ربيع حريمت بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وأنغولا. التفاصيل. أحرز قائد المنتخب الوطني المحلي محمد ربيع حريمات جائزة أفضل لاعب في مباراة أنغولا التي حسمها الأسود بهدفين نظيفين برسم الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة إفريقيا للمحليين. وجاء اختيار لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمتوسط ميدان المنتخب المغربي للمحليين ونادي الجيش الملكي كأفضل لاعب في اللقاء إثر مساهمته في الانتصار المحقق عقب تقديمه تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الأول الذي سجله اللاعب عماد الرياحي في الشوط الأول. ويعتبر حريمات من أبرز لاعبي الخبرة المتواجدين في لائحة المنتخب الوطني التي تشارك ضمن المسابقة القارية، وقد منحه المدرب طارق السكتيوي شارة العمادة للعب دور قيادي داخل المجموعة. وانتصر ممثلو الكرة الوطنية بثنائية نظيفة على أنغولا في المقابلة التي دارت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات أنغولا وكينيا والكونغو الديمقراطية ثم تنزانيا.